لا ما في مشكلة. دينا بدي أعرف أنا أول شيء ليش اخترتي هالتجربة؟ يعني شو الغنى بالنسبة لك لحياتك؟ ليش قررتي تفوتي على ستار أكاديمي؟ شو كنتي عم تعملي قبل؟ عارفيني عنك، بدي أعرفك أكتر. أنا مبدئيا من صغري بغني وبحب الغنى جدا. لدرجة إني كنت بغني مش بفكر في طبقات، مش بفكر أنا بغني فين، صوتي عالي ولا واطي ولا الطبقة عالية عليا، بغني بحرية. ده اللي حببني في الغنى، لأني حسيته إن هو سهل، بس ما كبرت حسيته إن هو صعب قوي. إنك توصل، يعني إنك توصل للهدف بتاعك. بس لما لقيت تجربه زي ستار اكاديمي، انا قدمت قبل كده بس ما اتقبلتش، ما حلفنيش الحظ يعني. بس ما اتقبلت هنا. حسيت ان انا هعمل حاجات كتير، هتعلم حاجات كتير قوي. قبل هنا كنت بعمل ايه؟ كنت بشتغل. شو بتشتغلي كنت؟ بغني في مصر برضو. شايله مسؤوليه البيت بعد بابا متوفي. انت شايله مسؤوليه البيت؟ شو عندك اخوه؟ عندي بنتين وولد، بس بنت متجوزه، وعندي بنت تانية قاعدة معانا، وعندي أخويا صغير أصغر مني 17 سنة تقريبا. وأمك؟ ماما موجودة معانا. معي. أوكي. مش شغالة يعني، قاعدة في البيت. أوكي. بس شغالة معايا يعني، في الأماكن معايا على طول، في شغلي معايا على طول، كل حاجة يعني تعبانة معايا على طول. فأنا اللي شايلة المسؤولية بعد بابا من وأنا تقريبا عندي 18 سنة. قد صار يعني صار لك فترة، يعني صار لك تشتغلي. أنت بتحب الغنى أكيد، ولكن شي مرة حسيتي إنه عم تنقهري إنك مجبورة تشتغلي؟ يعني إنه أنت عندك ظرف خاص بخليكي تنجبري تشتغلي. يعني مثلا هلا أنت جيتي لهون، مين رح يكون مسؤول عن عائلتك؟ هيدا الشيء بيخليكي بفكر كتير طبعا، عايشين ازاي دلوقتي، بيعملوا ايه، محتاجين او مش محتاجين. اكيد في مسؤوليات عندهم لازم يعملوها، فمنين؟ ده اللي انا بفكر فيه يعني. اكيد بفكر فيه، بس انا عمري ما زعلت ان انا اللي شايله مسؤول. بالعكس انا مبسوطه جدا، بحس ان انا كبيره في نظر نفسي قوي ان انا شايله مسؤوليه بيت. ايه بس كبرت بسرعه شوي. ما عشتش يعني، ما عشتش سني يعني. بحس ان انا خرجتش، ما اتفسحتش، ما رحتش ملاهي مع اصحابي، ما لا. واحده شايله مسؤوليه كبيره، لا لازم اخرج. ليه لا؟ انا لازم اروح شغل، اشوف شغل. لو بشتغل اوردر، لا اشتغل اوردرين. ليه لا؟ لا لازم اقوي نفسي، لازم ازود دخلي في البيت عشان اقدر ان انا مثلا لو هاخد يوم اجازه لازم اخرجه، بس ما بعرفش اعمل ده يعني. اخواتك بالمدرسه بعدهم؟ لا انا عندي اختي الثانيه سافرت يعني من كام يوم كده، سافرت لاختي الثانيه قعدت معاها بره، وعندي اخويا عبد الرحمن دلوقتي هو اللي قاعد مع ماما في البيت بس. واخيك عم يروح على المدرسه؟ في المدرسه. ايه اوكي. حدا بيحب يسال دينا سؤال؟ انت صرتي بستار اكاديمي صح؟ وعائلتك انت كنتي تشتغلي عليها مقابل. هلا بغض النظر اذا هم مدبرين حالهم ولا لا، انت حاسه انك مسؤوله عنهم وانت في هذا المحل، انت في ستار اكاديمي؟ طبعا. انك بعد ما تطلعي من البرنامج حتفضلي مسؤوله عنهم؟ طبعا، دي حاجه اكيده لازم. الشغيره فيه. تفضل. ليه اخترت انك تغني لتعيش عشان دي الحاجه الوحيده اللي بعرف اعملها. بس يعني انه انت قلت انه منك محترفه ولا معلمه ولا بمعنى يعني منك محترفه انت تغني، يعني منك دارسه. لا وانا صغيره يعني ما كنتش دارسه، انما لما كبرت انا درست، دخلت. كيف فيك مثلا تشتغلي؟ دخلت تربيه موسيقيه وتعلمت. مع اني كنت يعني هم بيقبلوا عندنا من ثانوي عام، انا كنت تجاره فما ينفعش ادخل المعهد، بس دخلته دراسات حره عشان اقدر اتعلم الغنى
دخلت انا الاوبرا. ما كان عندي غير خيار انك بس تشتغلي بهذا. لا ما اعرفش اشتغل مش حاجه انه غير انت كده. كان عندي كذا شغله ونقيت انا انه بالغنى عايش العائله. ما اعرفش غير اغني بس. اوكي. لأنه هي دايما بتقول شغلة، دايما بتقول إن هي رومانسية وعاطفية ورومانسية، حتى بالريبورتاج سمعنا إن هي عاطفية ورومانسية. فشنو يعني قصدك بأن أنت رومانسية بشكل عام في الحياة، ولا رومانسية الحياة العاطفية بينك وبين الشخص، لا، بين في رومانسيه الحب في يعني. الحياه. في الحياة يعني مش في الحب يعني. ممكن اي حد يشدني يجذبني، في الحب، بس في نفس الوقت في علاقة، في حب يعني. مصدومه. بحس ان هو مش فاهمني او مش معايا او يمكن انا حاسه غلط، بس هو ده. أنا رح أسأل سؤال، إذا بيزعجك فيكي ما تجاوبي. بيك كيف توفى؟ ظروف يعني مرض؟ مرض. وبالفترة اللي كان مريض أنت كنت مجبورة تشتغلي كمان؟ لا يعني لا ولا ما كنتش لسه اشتغلت ولا اعرف اي حاجه عن الشغل يعني. كنت دايما بروح بقى النادي، اغني في النادي في حفلات. كنت لسه بقى مش شايله مسؤوليه اي حاجه. وانا حسيت بالمسؤوليه بعد ما توفى على طول يعني. أوكي. آخر سؤال، بتحسي حالك أنت هون جيتي على ستار أكاديمي كرمال تضلك عم تقدري تساعدي أهلك أو كرمال بيك؟ فهمتي شو قصدي؟ لا. يعني أنت اليوم بستار أكاديمي تركتي عائلتك، تركتي الشغل، يعني منك قادرة بقى تساعديهم ماديا. أنت جيتي لهون لأنه بدك تحسني أنت كمغنية، وبعدين تقدري تطلعي مصاري أكتر، أو جيتي لهون كرمال بيك يشوف قديش أنت عندك طاقة وقديش تعبتي؟ هما الاثنين، انا ما انكرش في ده يعني. عشان بابا يشوف ان انا قويه، لانه هو قبل ما يموت قال لي جالي يعني قبل ما يموت قال لي خدي بالك من اخواتك وخدي بالك من ماما، عايزاك تبقي قويه، قال لي كده. فانا حبيت اوريله ان انا فعلا شايله مسؤوليه ومش بغزله يعني، مش بخليه يحس ان انا زعلانه من ده خالص. انا مبسوطه، وطبعا عشان احسن دخل البيت، طبعا عشان ما احسش ان ماما محتاجه لحد، وبالذات لقرايبي يعني من ناحيه عيله ماما. يعني كانوا بيقولوا دايما ان لا ما ينفعش تروح ستار اكاديمي، لا ما ينفعش بنتك تشتغل كمطربه. حد معين يعني قال لها كده، وحصلت مشكله ما بينها وما بينه. انا بقول له من هنا ان انا ان شاء الله هشرف ماما، ومش هخليك تمسك اي فرصه صغيره على بنتها عشان تعرف ان هي راجل ب100 راجل. انا ب100 راجل. حدا بعد بده يقول لها شيء لدينا؟ بحبها قوي. لا فهنيك بدك تقول لها شيء؟ ايه دينا يعني الطبيعي كل شخص ناس بيحبوه ناس بيكرهوه. يعني ايش تحبي تقولي للناس بيحبونك وناس بيكرهونك؟ الناس اللي بتحبني ايه اكيد بحبهم طبعا. يعني انا عايزه اقول لهم ان انا بحبهم زي ما هم بيحبوني قوي يعني. لانه جوايا يعني هم دخلوا جوايا وعرفوا ان انا مين دينا. يعني عرفوا ان دينا طيبه، ودينا فيها صفات وحشه طبعا، وهم قبلوني على كده، حبوني على كده ان انا فيها صفات وحشه. الناس اللي ما بتحبنيش هحاول ان انا اخليهم يحبوني يعني. يعني لو سي انت ما بتحبنيش هحاول هعمل اي حاجه تخليك تحبني. فاهمني؟ بس دينا، قبل ما تنزلي بدي تقولي جمله لامك وبدي تقولي جمله لبيك. عايزه اقول لماما ربنا يخليكي ليا ويقدرني واسعدك زي ما انت تعبتي معايا ووقفتي جنبي كتير. وان شاء الله ما اغسلكيش في يوم من الايام.
واكيد بحبك قوي بجد، بحب ماما قوي. بابا عايزه اقول له انا افتقدتك جدا، شفت من بعدك حاجات وحشه قوي، انا ظهري اتكسر من بعدك، بس هقول لك ان انت وحشتني وما تقلقش عليا وبحبك. بس مش عيب ومش يعني شغله كتير ايجابيه، يعني حتى انا يعني مش يعني انه الاحساس منه شغله عيب، لازم شغله تكونوا فخورين انه فيكم تحسوا، والدمعه مش عيب. يعني شفتي هلا مصدر قوتك انت بالحياه هو هالظرف يلي مرقتي فيه. فبدي اقول لك شغله دينا، اليوم يلي بكل شغله بتمرقوا فيها انتوا فيكم تحولوها لشغله ايجابيه. طبعا الموت منه شيء ايجابي، ولكن فيكم تحولوها لشغله ايجابيه اذا عرف هالظرف هيدا يقويكم، يعني يكون يعني يعطيكم حافز بالحياه انكم تضلوا مستمرين. وكل مأساة كمان فيها تضل سلبيه لطول حياتنا، يعني فيها تكون انه نحن نموت معها وبعدين ترجعنا، يعني ممكن يشدنا هيدا الشيء لورا، وممكن يكون عم بيشدنا لورا تعطينا اندفاع لقدام. يعني مثل تعرفوا كيف المغات الالاستيك، المغات ممكن يضل لورا وينكسر، ممكن يرجع لورا لانه يلي صار معك وبالماضي، لكن الماضي ممكن يعطينا اندفاع لقدام. اوكي، فدينا انا مبسوطه هلا انك شاركتينا هيدا الشيء، صرنا نعرفك اكثر. بحترم هنا هالشيء اللي مرقتي فيه، لان انا مرقت فيه كمان عبكير. بحترمك وبس بدك تعرفي انه هيدا الشيء لازم، يعني هيدا الظرف هو مصدر قوتك بالحياه. ثانك يو دينا. next